لن نوقع لو دفنونا احياء، لن نوقع لو جاءونا بكل قوة. ثوروا يا احرار ثوار. يراه أتباعه صوت الحق في زمن البعث، وإمام المجاهدين في زمن الطاغوت. هو رجل الدولة الإسلامية الذي بدأ محرابا للصدع ومنبرا للجهر وعالميا في الطرح، يا قائد الوطن، ثم انتهى بزفرات بين يدي القائد. أما أنا فمن أنا؟ أنا طائر قرر أن يحلق في سماء العزة في زمن قصت فيه أجنحة النسور المحلقة. في الجانب الآخر يراه الناس ضابط مخابرات برداء مجاهد، وإماما للسلطان بعمامة واعظ. هو رجل عليم اللسان خفي الأهداف، بدأ بشعار تحرير الأقصى وعالمية الجهاد، وصولا للصلاة على عتبات روما، ثم السجود في البيت الأبيض، وانتهى إلى سحارة البندورة. أبو القعقاع السوري محمود قول أغاسي، راسبوتن سوريا ورسول الأسد إلى الشهباء. ولد قول أغاسي سنة 1973 في بلدة الغوز بريف حلب الشمالي، ينحدر من أصول كردية ويحمل الجنسية الباكستانية. درس في الجامعات السورية وحصل على شهادة الدكتوراه في مجال الدعوة من جامعة كراتشي. الطريق إلى أبي القعقاع كاريزما البدايات. كانت بداية الظهور في جامع عمار بن ياسر بحي السكر الحلبي الفقير، الذي عمل فيه خطيبا نهاية التسعينيات. ومع وصول بشار الأسد للسلطة بدأ يسطع نجم قول أغاسي في جامع العلاء بن الحضرمي، الذي بناه على عينيه في حي الصاخور الشهير بحلب. خطيب مفوه وفارس منبر لا يشق له غبار، فصيح اللسان، جهور الصوت، صحيح النطق، حسن الوجه، طويل القامة، يرتدي اللباس الأفغاني. صفات شكلية يوازيها علم وفكر ورأي وإلقاء متمكن، وأسلوب عنفواني يستهوي الشباب، مع جرأة في الطرح الديني الجهادي، وتحديدا للمحظور في مملكة الرعب. وهو ما لم يقدم عليه أقرانه من الخطباء في دولة تحكم بنظام استبدادي لا تنام فيها أعين المخابرات. سمات جعلت من ابن العائلة المتوسطة الحال شخصا قياديا ووجها بارزا في الشهباء وريفها. يجتمع حوله آلاف الشباب المتحمسين للجهاد. يا مغرق فرعون أغرقهم. فكانت صرخاتهم أثناء خطبه مخاضا لولادة أبي القعقاع زعيم غرباء الشام. لبيك يا أقصى. إنه العام 2000 حيث تشهد فلسطين انتفاضتها الثانية بعد دخول شارون ساحات المسجد الأقصى، والشعوب العربية تعيش غليانا إثر الانتفاضة. حدث في فلسطين شكل الانطلاقة الحقيقية لأبي القعقاع في سوريا. بدأ خطبه النارية التي تهيج سامعيها، فتشحذ النفوس عاطفة وتملأ القلوب بحب الموت والشهادة. يرافقها دروس في الإعداد للجهاد، ووجوب التحرك لدحر أعداء الله اليهود، مع مهرجانات قتالية بلباس عسكري وألحان جهادية، وعصابة رأس كتب عليها أمت تظهر مدى التطرف في رأس الرجل. إذا كنتم مستعدون فأعطونا دليل الاستعداد بترديد شعارنا، هويتنا، بطاقتنا التي لا نحيد عنها ولا نميد، ولتهتز لتكبيراتنا شرفات البيت الأبيض، ولتتزلزل أركان الكنيسة. سبيلنا 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 سبيلنا. تكبير تكبير تكبير. كل ما سبق يجري على أعين المخابرات ويصور بكاميرات غرباء الشام. ورغم أن ما يقوله أبو القعقاع على منبره وما يفعله في ساحات مسجده يعتبر ضربا من الخيال في دولة تحكم منذ عقود بسلطة النار، فقد استطاع إقناع الجميع حوله بالعمل جهارا نهارا بعيدا عن العتمات وبعلم المخابرات، بحجة أنهم يمثلون الأمان لهم، وشاهدا معهم لا عليهم، وضمانا بعدم ملاحقتهم، وتنزيها للمجاهدين عن شكوك التعامل مع ما أسماه بالمعارضة من حلفاء أمريكا ودول الكفر. تغير حال الرجل، وبدأت مظاهر الثراء والمال تظهر عليه،
سيارة فارهة وأخريات لمرافقيه، وبيت دعوة جديد في حي الصاخور تتوزع الكاميرات في زواياه. استقطب المزيد والمزيد من الشباب مع ملفاتهم الشخصية، وبات للصغار حضور لافت في معسكراته ومهرجاناته. وبدا أن مؤسسة أمنية قعقاعية بكوادرها في طريقها للولادة داخل بلد يطلق عليه سوريا الأسد. مؤسسة أمنية تتشابه مع حزب الله شكلا، وتتناغم مع سلفية قاعدة الجهاد مضمونا، وتتشاطر الوطنية مع البعث الحاكم. تلك كانت معادلة أبي القعقاع المستحيلة، من حلب إلى الجهاد العالمي. أمريكا تعلن الحرب على الإرهاب وتدخل أفغانستان، وقول أغاسي يوسع نشاطه ويدخل مرحلة الجهاد العالمي. زيارة لأفغانستان ومحاولة فاشلة للقاء أسامة بن لادن انتهت بالتوجه للعراق سنة 2002، حيث حقق هناك ما فشل عن تحقيقه في أفغانستان. أطلق أبو القعقاع صرخته العالمية في بلاد الرافدين، دعا فيها لنصرة المسلمين في بورما ومساندة المجاهدين في أفغانستان والنظر في قضية المسلمين بكشمير. وانتشرت صرخته عبر أكثر من 1,000,000 نسخة شريط مصور وزعت أمام المساجد وفي المحال التجارية وحرم جامعة حلب على العلن ودون خوف. فالشيخ حليف الرئيس، سيادة المجاهد في أمن الدولة. انقلبت الآية في سوريا الأسد، فصغار ضباط الأفرع الأمنية بدأوا يتقربون من الشيخ ويطلبون منه الوساطة لدى أسيادهم، حتى وصلت به الحال للوصول إلى رخصة قيادة مركبة خاصة خلال نصف ساعة، واضعا رجلا فوق أخرى بمقر قيادة شرطة حلب عبر برقية أمنية لوزارة الداخلية توصي بالرجل وتنفيذ طلبه سريعا واحترامه على أعلى المستويات. بحسب شهادة العقيد المنشق إبراهيم البيطار، فإن ارتباط أبي القعقاع كان بداية باللواء حسن خليل ثم باللواء ديب زيتون أثناء توليه قيادة جهاز أمن الدولة، وأن مهمته كانت تجميع الشباب من ذوي النزعة الدينية ليكونوا تحت أعين أمن الدولة الساهر على الحرية وراعية التوجه الديني في أقبيتها. تلك رواية رفضها أتباع قول أغاسي جملة وتفصيلا، متعللين بأن النظام الأمني لا يسمح بمثل تلك الأعمال وطرح تلك الأفكار، فكان لابد للرجل من مهادنة النظام الأسد لضمان استمرار دعوته بعيدا عن الملاحقة والتقييد. وهي الرواية ذاتها التي سوقها أبو القعقاع منذ بدايته وحتى النهاية. لكن سقوط القناع كان بحجم سقوط بغداد، صمت المنبر وانهيار الغرباء. أمريكا تحتل العراق وأبو القعقاع ينسحب خطوة إلى الوراء. بعد الاجتياح الأمريكي للعراق سنة 2003 شهد العالم العربي موجة جديدة من الغليان الشعبي، الجميع يترقب والشباب متحمسون لقتال الأعداء، فقد حان وقت قطف ثمار سنوات من الشحن العاطفي في المهرجانات والمعسكرات. أما في هذه المرحلة علينا بالتريث حتى نستبين الأمور، تستبين الرايح، يستبين الوضع، تستبين الساحة، حتى نعرف أين موقعنا ومن سنضرب، وسنضرب لمن ولصالح من، ومن سيستفيد من دمائنا وأشلائنا، ومن سيبيع ويشتري فينا بعد ذلك. خطبة صادمة جاءت بعد عودة أبي القعقاع من زيارة للسعودية في آذار 2003 ليحث أتباعه على التريث في الذهاب للعراق بذريعة ضعف الإعداد والجهوزية. صمت البعض بينما نفر آخرون للعراق دون إذنه، فصعد المنبر ليخاطب المنشقين بقوله: خلعت عباءتي عنكم، الجهاد الجهاد يا أساد الشام. رفض أبي القعقاع لخروج أتباعه نحو العراق لم يدم طويلا. يجب توزيع القوى الغاضبة الثائرة من أمثالكم في جماعات. بدأ بتجنيد الشباب من تلامذته وغيرهم من داخل وخارج سوريا ليرسلهم نحو فصيل يحظى بدعم المخابرات السورية، وهو ما بينته اعترافات سجناء لدى القوات الأمنية العراقية في تلقيهم تدريبات في معسكر اللاذقية بحضور شخصي لأبي القعقاع، وكذلك وثائق حصلت عليها القوات الأمريكية من منطقة سنجار على الحدود السورية العراقية أكدت دخول مقاتلين عرب وأجانب بتنسيق مع أبي القعقاع السوري. فتوى العمالة، خدمات المجاهدين. بين 2003 و2004
كانت الفترة الذهبية في حياة قول أغاسي، فالحدود السورية تحولت لخط حرير لعبور المقاتلين من كل البلدان والأعراق بعلم الأجهزة الأمنية وإشراف مباشر من صديق أبي القعقاع القديم اللواء ديب زيتون ومحمد منصورة. بينما كان المال الأوفر من نصيبه، حيث ترد الملايين من تجار الداخل والخارج دعما للمجاهدين، حتى باتت أكياس المال الكبيرة في بيوت ومقار أبي القعقاع مشهدا اعتياديا. لكن فتوى صدرت عن الهيئة الإعلامية لنصرة الشعب العراقي، أو ما عرف بمركز خدمات المجاهدين، قلبت الطاولة عليه تماما، حيث أفتى المركز بذبح أبي القعقاع المنافق عميل البعث ذبح النعاج، بعد معلومات تفضح تعامله مع أجهزة الأسد الأمنية وسرقته لأموال المتبرعين. أرعبت الفتوى أبا القعقاع، فتوجه من حلب إلى دمشق يعيش في حي السيدة زينب، وهناك تعرف على أمير المؤمنين لاحقا أبو بكر البغدادي، وهو ما أثبتته وثائق لمنشقين عن تنظيم داعش. مستر محمود. لقاء القعقاع بالبغدادي لم تكن المفاجأة الأولى، وإنما الظهور الجديد للمجاهد السلفي حليق اللحية ببدلات فاخرة وربطة عنق كانت الصدمة الأكبر للجميع، ثم توالت الصدمات. لم يقتصر التغيير على الشكل الخارجي، وإنما على المضمون الفكري والعقدي. فمن يصدق أن من دعا للصلاة على أعتاب روما والسجود في البيت الأبيض وتعهد بتحرير الأقصى يحضر فعالية فنية بحضور فنانين وممثلين وأعضاء مجلس التصفيق بمناسبة تجديد البيعة لبشار الأسد برفقة اللواء محمد الشعار؟ منع أبو القعقاع من اعتلاء المنابر، فتحرك نحو فن آخر، هو فن حضور الفعاليات والندوات الثقافية والحفلات الموسيقية، ثم كثف لقاءاته الإعلامية مع صحف محلية وعالمية، وخلع فيها عباءة الدعوة للجهاد، ولبس بدلة الإصلاح التي يقودها بشار. أبو القعقاع، الطريق إلى الهاوية. الضربة الأولى لقول أغاسي كانت بعد اغتيال الحريري سنة 2005 وربط العملية بالتنظيمات الإرهابية، فسحب نظام الأسد جيشه من لبنان بأمر من مجلس الأمن، وتحول من إرسال المقاتلين للعراق إلى محاربة الإرهاب والتطرف ضمن المنظومة الأمريكية، خاصة بعد تهديدات أوصلها كولين باول وزير الخارجية الأمريكي إلى دمشق. فأخذت دمشق تلتقف كل عائد من حرب العراق أو مشارك فيها أو نوى المشاركة، فكان أكثرهم من أنصار أبي القعقاع الذي قدم ملفاتهم لدمشق. ثم جاءت الهزة الأكبر باغتيال وزير الخارجية غازي كنعان، الراعي الأول لأبي القعقاع، حيث كان قد أعطى الوزير أوامره لنادي الشرطة بمساكن برزة بحجز طابق كامل لأبي القعقاع حفاظا على أمنه. وباغتيال كنعان تحسس قول أغاسي أن الطلقة الثانية ستكون في رأسه. ثم كان النذير الأخير سنة 2006، حيث عثرت المخابرات على اسطوانات لخطب أبي القعقاع بحوزة جماعة إرهابية حاولت احتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون، وتمت تصفية عناصرها في ساحة الأمويين، بينما تشير رواية أخرى لاعتقال أحد منفذي العملية. وفي غرفة التحقيق كان ضابط من فرع فلسطين يدعى العميد جورج برفقة أبي القعقاع ممن حققوا مع الشاب المنفذ. تكرر المشهد سنة 2007، مجموعة من الشباب الفلسطينيين ممن تأثروا بخطب أبي القعقاع شكلوا كتيبة بمخيم نهر البارد في لبنان باسم صقور القعقاع، تلاها ظهور فصيل فتح الإسلام الذي دخل باشتباكات مع الجيش اللبناني، وتم سحقه بدعم عسكري أمريكي وتنسيق مع المخابرات السورية. كل تلك الأحداث آذنت بدنو نهاية القائد. الرحلة الأخيرة يا قائد الوطن. تتابع الأحداث شكل لدى أبي القعقاع حاد الذكاء يقينا باقتراب تصفيته، بحسب إبراهيم الجبين الصحفي الذي التقاه في دمشق غير مرة. رغم ذلك عاد ليعتلي منبر جامع الإيمان في حلب الجديدة، مرحلة روى أحداثها العميد المنشق زاهر الساكت بأنه أصبح لأبي القعقاع جمهور جديد من تجار وضباط، وخطاب إصلاحي بعيد عن السلفية الجهادية، إصلاح ومحاربة للفساد يقوده قائد الوطن لأجل فقراء يبيعون الخضار على الأرصفة. ومحاولة خطاب تجديدي حاول من خلاله منع ربط اسمه بالإرهاب، لكن كل ذلك
لم ينقذه في 28 من أيلول سنة 2007 بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث أسدل الستار وإلى غير رجعة على ملف محمود قول أغاسي أبو القعقاع السوري. من اغتال أبو القعقاع؟ شابان على دراجة نارية، أطلق أحدهما الرصاص من مسدس بكاتم صوت ثم هربا لينتهي بهما المطاف بيد الأمن السوري. أبو سعيد الزرباني حكم بالسجن 20 عاما في صيدنايا، ومحمد كسار أعدم في فرع فلسطين على الفور. روجت أجهزة الأمن بأن الشابين من تلامذة قول أغاسي الذين ذهبوا للعراق وسجنوا لدى القوات الأمريكية ثم عادا للانتقام بفتوى مركز خدمات المجاهدين. يبدو مشهد القتل خلافا بين تنظيمات جهادية تكفيرية. رواية دحضتها شهادة أبي القعقاع للصحفي إبراهيم الجبين بأن عداوة مركز خدمات المجاهدين كان قد اختلقها تنظيم القاعدة في العراق بالتنسيق مع المخابرات السورية لحمايته من المخابرات الأمريكية. توجهت الأصابع نحو نظام الأسد الذي تخلص من عميل يثقل كاهله، فالإسراع بتنفيذ الحكم ثم ملاحقة أتباعه واعتقال كل من يقتني تسجيلاته التي كانت تباع في العلن. كل ذلك يشير إلى أن المخابرات أحرقت كرت قعقاعها. قول أغاسي في الثورة السورية. بعد سنوات من تصفية زعيم الغرباء، اجتمعت خيوط شخصيات قادة تيارات جهادية زمن الثورة السورية، فزعيم داعش البغدادي الذي التقى بأبي القعقاع أصبح خنجرا في خاصرة الثورة، والخنجر الآخر كان أبو محمد الجولاني أحد تلامذة أبي القعقاع، وتحت إشرافه شارك الجولاني مع 60 شابا في حرب العراق بحسب تقرير لقناة الجزيرة. ترابط البدايات يفسر غموض النهايات، فنظام الأسد الذي خلق شخصية أبي القعقاع أسس لداعش أخطر تنظيم في الشرق الأوسط. فكيف لو علمنا أن هاشم الشيخ المعروف بأبو جابر الذي قاد حركة أحرار الشام الإسلامية كان ينوب أبا القعقاع في فترة ظهوره الأولى بحلب، والذي تحول لاحقا من قيادة أحرار الشام إلى قيادة هيئة تحرير الشام. ليس هذا فقط، فأحمد صادق حيدر مدير العمليات الإنتاجية لأبي القعقاع في مؤسسته الإعلامية غرباء الشام، والذي كان يعرف بأبي خطاب، عمل منذ انطلاق الثورة وحتى اللحظة كمراسل حربي في الإخبارية السورية التابعة لميليشيات الأسد. تفاصيل هامشية تقودنا إلى العفو الرئاسي الذي تفضل به بشار الأسد بداية 2012، والذي أخرج معظم زعماء التيار الجهادي الذي قاد الثورة السورية لاحقا، فقتل شعبيتها وأظهرها للعالم بصورة يخشاها. حقائق تؤكد عمالة تلك التنظيمات، سواء بعلم ودراية أو بغباء وسذاجة، وهو ما أدركه البعض متأخرا فتراجع عن تشدده وعاد للعمل الثوري ضمن الفصائل الوطنية. وشهد شاهد من أهلها. تسريبات ويكيليكس عن السفارة الأمريكية بدمشق أشارت إلى حضور علي مملوك مدير المخابرات العامة اجتماعا سنة 2010 مع منسقي مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية، حيث أشاد مملوك بخبرة سوريا العملية في مكافحة التطرف التي تفوق خبرة أمريكا النظرية، وقال حينها: نحن لا نقتل المتطرفين على الفور، وإنما نزرع عملاءنا بينهم ونتحرك في الوقت المناسب، واصفا عملية زرع العملاء بالمعقدة. معلومات ووقائع تفتح وابلا من الأسئلة حول تلك الجماعات وتنظيمها وأهدافها وقياديها وتغلغلها في الثورة حتى اللحظة. فهل كان قول أغاسي ضابطا في أمن الدولة أم مجاهدا جريئا سبق أقرانه؟